النهارده عايز اكلمكم في موضوع كده، بس مش عايز حد يفهمني غلط. ها، تحس كده ان رمضان بدأ والناس بقوا صايمين، ولكن تحس ان الناس مش مبسوطة. يعني ازاي ان رمضان آه، جاي والناس عارفة من قبلها بفترة، بس ما تحسش ان في انبساط، ما تحسش ان في فرحة، ما تحسش ان احنا مستنيين رمضان بقى. ها كده لا، تحس ان احنا متوترين، قلقانين، مش عارفين هنعمل ايه في رمضان. الموضوع ده يمكن ناس كتير حاسه بيه، بس هم مش عارفين يتكلموا، مش عارفين هو فيه ايه، ومش عارفين يعملوا ايه، ومش فاهمين هو ده بيحصل ليه. ليه احنا ما بقيناش فرحانين كده برمضان ومستنيين رمضان؟ آه، هل ده عشان احنا خلاص كبرنا ورمضان بقى للعيال الصغيرين، ولا هل ده عشان احنا مش جاهزين، ولا ايه؟ قعدت فكرت كده في الموضوع وعرفت ليه احنا مش مبسوطين برمضان. تعالى اقول لكم كده، ويمكن اللي انا فكرت فيه يكون صح زي اللي انت فكرت فيه برضه بالظبط، او يمكن انت فكرتش فيه، او يمكن فكرت فيه بس مش عارف تقوله ازاي. فتعالى اكلمك في الموضوع ده شويه. لما فكرت في موضوع ان احنا ليه قلقانين متوترين، رمضان جاي، رمضان جاي، مش عارفين هنعمل ايه، مش مبسوطين، مفيش الفرحة اللي المفروض تبقى عندنا كده زي زمان. عرفت اول حاجة خالص ان احنا عندنا مفاهيم غلط عن رمضان. دي اول حاجة. انت بمجرد ما بتعرف ان رمضان جاي بيبدأ يحصل لك قلق وتوتر، ان دلوقتي انت عارف من جواك رمضان شهر عايز بقى اقعد اقرا قرآن واروح الجامع واصلي تراويح ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، بس في نفس الوقت انا عايز اشتغل، لان ما ينفعش اوقف الشغل، انا كده مش هعرف اعيش. في نفس الوقت عايز اروح الشغل، فهتأثر على العبادة. ده شهر عبادة كتير وبرده شغل، فانت مش عارف تعمل ايه. حتة ان انت متوتر اوريدي عشان خاطر انت مش عارف اقصر في الشغل بتاعي وادي للعبادة حقها، ولا اقصر في العبادة وادي للشغل حقه. ما هو انت من جواك مش عارف هتعمل ايه. يعني انت عايز تقعد بالليل بقى تصلي تراويح وتقرا قرآن وتعمل وتسوي والحاجات دي كلها لحد السحور والفجر وتروح تصلي في الجامع، بس هترجع عايز تنام بعد كده. فهتيجي تنام، لا ده انا عندي شغل، فده اوريدي عامل لك توتر. حاجة تانية كمان، ان انت من جواك عارف ومتأكد ان رمضان شهر عبادة، وفجأة كده بيجي لناس اساسا ما هماش مواظبين على الصلاة، يعني اللي هي الفروض العادية. إذ فجأة انت محتاج تصلي الخمس فروض، ومحتاج تصوم، ومحتاج والسنن اللي بعد الفروض والتراويح وقيام الليل وقراءة القرآن وهيصة. يعني انت فجأة من 5% عبادة بتعملهم في يومك ل 95% عبادة بتعملهم في يومك، فبيحصل لك شك في السيستم. انت نفسك مش عارف اللي انت بتعمله ده اصلا صح ولا غلط. انت حرفيا ما بتبقاش مبسوط، لان السيستم بتاعك العادي بتاع كل يوم، اللي هو يا دوب ممكن تصلي ظهر وعصر، ده لو عرفت تصليهم، او ممكن تصلي مغرب والعشاء قبل ما تنام، او ما صليتش اصلا خالص. يعني في ناس مش مواظبين، في ناس مواظبين نص نص، في ناس واخدينها كلها صح، الخمس فروض في اليوم.
اللي بيصلوا الخمس فروض في اليوم بالسنن بتاعتهم بالكلام ده كله، لما بيجي لهم رمضان بيبقى الموضوع بالنسبه لهم عادي، مفيش تغير كبير. هي الصلاه اللي بصليها، بزود عليها التراويح بالليل بس خلاص، بزود شويه قرايه قران بس خلاص. انما انت 11 شهر بتحاول انك تواظب على الصلاه، تعمل عبادات على قد ما تقدر، تروح الجامع على قد ما تقدر، تقرا قران على قد ما تقدر، وقيس فجاه من ال 5% 10% اللي انت بتعملهم دول تلاقي رمضان اللي هو يلا بقى انت دلوقتي 100% هتصلي وهتصوم وهتروح الجامع وهتقعد تراويح ويلا. فالموضوع شاق جدا بالنسبه لك، وهيأثر على شغلك اللي انت برضو مش عارف تعمل فيه ايه، فانت مش عارف تختار. دي اول حاجه مش بصلك اوريدي قبل ما رمضان يبدا. خلاصه الموضوع، ليه انت مش مبسوط برمضان؟ وليه انت خايف تقول ان انت مش مبسوط برمضان؟ لان انت شايف طبعا ان ده غلط كبير ان انت تقول انا مش فرحان في رمضان. ازاي رمضان ومش فرحان؟ فانت مش عارف تقولها ازاي. بس الخلاصه بتاعت الكلام ده كله هم الثلاث حاجات دول. اول حاجه المفاهيم الغلط اللي في دماغنا عن رمضان. تاني حاجه العبادات الكتير اللي بتخش لك فجاه بتعمل لك شوك في السيستم كده، تخليك قلقان ومتوتر ومش عارف. انا بخرج مع اصحابي ولا اقعد اقرا ربع قرآن ولا حاجة. والحاجة الثالثة نظام حياتك اللي اتشقلب بقى فوق تحت وتحت فوق خلال شهر رمضان ده. الصحيان بالليل والسهر بالليل وبرضه بالنهار، يعني انت مش عارف طب هنام امتى، طب هعمل ايه. طبعا في ناس ممكن شغلهم فليكسبل شوية، الموضوع مش فارق معاهم. في ناس الشغل صعب مع الصيام مع الفطار مع السحور مع التراويح بالليل مع مش عارف تعمل ايه، فغصب عنك في لخبطة حصلت في حياتك في دخلة رمضان. طيب الحل ايه بقى عشان تنبسط في رمضان؟ طيب الحل دلوقتي في الموضوع دوت عشان تقدر تنبسط برمضان وتحس ان انت يعني مبسوط بشهر المفروض ان كلنا نكون مبسوطين فيه وما يبقاش في حد متوتر ولا قلقان ولا زعلان. اول حاجة انا شخصيا يعني مش هقولهم لك بالترتيب اللي المفروض تمشي عليه، انا بقولهم من وجهة نظري انا، بس انت ممكن ترتبهم براحتك يعني. اول حاجة دور على الحاجة اللي انت بتحبها في رمضان. هتلاقي في حاجة كده انت بتحبها لرمضان، دور عليها واعملها كتير في رمضان. يعني مثلا بتحب تصلي التراويح، خلاص سيب بقى كل حاجة تانية في حياتك وروح صلي التراويح كل يوم. مثلا بتحب تتسحر بره في مكان معين، بس خلاص سيب كل حاجة تانية في حياتك وفضي نفسك في الميعاد ده تكون بتتسحر في المكان ده. بتحب مثلا تصلي المغرب في الجامع ده، بس خلاص سيب كل حاجة في حياتك وروح صلي المغرب في الجامع اللي انت بتحبه ده. الحاجة التانية غير الأماكن اللي انت بتصلي فيها. مش هو نفس الجامع اللي كنت بتروح تصلي فيه الأيام العادية، مش هو نفس الجامع اللي بتروح تصلي فيه الجمعة هو نفس الجامع اللي بتروحه في رمضان. ممكن مثلا تغير الأماكن، ممكن تروح جوامع تانية، ممكن تقابل ناس تانية. هتلاقي في حاجات جديدة كده حصلت، هتلاقي ناس جداد في الجامع اتعرفت عليهم، صوت شيخ جديد، طريقة مبنى جديد، مش عارف حاجات كده. الحاجات اللي لما تغيرها هتلاقي نفسك مبسوط باللي انت بتعمله. فانت كده بتصحي الحاجات اللي انت معتاد عليها في الايام العادية، ودلوقتي في رمضان بقت بالنسبة لك مجهود اكتر. انت كده سبت الحاجات العادية وبادئ حاجات جديدة، فبالنسبة لك كلها حاجات حلوة، فدي هتخليك تقدر ان انت تتبسط اكتر في رمضان. الحاجة التانية كمان اللي ممكن تعملها دي برضو من الناحية الدينية يعني، فكر في استجابة الدعاء. شهر رمضان انت تقريبا كل يوم عندك 24 ساعة فرصة 100% مقبولة ان دعائك هيتحقق وربنا هيستجاب. وإن ما تحققش فده ما تحققش من وجهة نظرك أنت، لكن ربنا شايل لك الأفضل، شايل لك الأحسن. الحاجة التانية كمان إنك تعمل حاجات جديدة أنت ما كنتش متعود إنك تعملها في الأيام العادية.
يعني في الايام العاديه بتروح شغلك، بترجع، بتصلي، بتاكل، بتشرب، تنام، بس خلاص تقعد مع اصحابك على القهوه شويه، انتهى الموضوع. حاول في رمضان تعمل حاجات جديده، مثلا ممكن تتبرع بساعه كل يوم من وقتك انك تروح تساعد ناس محتاجين حاجه، تخلي بالك من اطفال صغيرين، تساعد اهلك في البيت في اي حاجه، تروح تجهز مائده رحمن في الجامع او اي حاجه. انا شخصيا لو موجود في مصر او في اي دوله عربيه هروح اعمل الحاجات دي. هي للاسف الحاجات دي مش موجوده هنا في المنطقه اللي انا عايش فيها دي بس انا نفسي اعمل كده. يعني انا نفسي اروح الجامع ساعه قبل الفطار واعمل حاجات. دي حاجه انت ما بتعملهاش في الايام العاديه، لكن فجاه بتعملها دلوقتي عشان رمضان، فبتبقى حاجه حلوه وهتعملها لمده الشهر وبعد كده خلاص، فانت عارف انها مش دايما معاك مدى الحياه. مشكلتنا هي التعود، انك اتعودت على الحاجه مع ان الحاجه دي زمان انت كنت بتتمناها من ربنا، ويا رب حققها لي، ويا رب يا رب نفسي فيها، بس لما اتحققت لك من 2 3 4 فاتوا وخلاص بقيت انت بتعملها كل يوم، فبقت بالنسبه لك عاده، حاجه عاديه. فغير من رمضان. السنه دي انا اتفقت مع كل الناس المصريين اللي احنا نعرفهم هنا ان هنكون معزومين عند واحد في بيتهم على الاقل خالص كل ويك اند. يعني فالويك اند ده احنا رايحين عند جهاد، يلا بينا افرجكم على بيتها وعلى اليوم اللي هنقضيه هناك في السريع كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ودي اول عزومة رمضان، واشوفكم العزومة الجاية على خير. سلام.